السلام عليكم شيخ. مرحبا بك في تونس. ما لفت انتباه في وسائل الإعلام هو حرص جميع المسلمين من جمعيات وائتلافات على استضافتك في جميع الولايات. ما سر تعلق التونسيين بحب وجدي غنيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. بداية أنا يعني سعيد جدا جدا بتواجدي في تونس الحبيبة المحررة، وسعيد جدا جدا ويعني مأسور الحقيقة باستقبال الشعب التونسي، استقبال يعني يفوق الوصف الحقيقة. أنا ما تعودت في حياتي على هذه الحفاوة الكبيرة، يعني خصوصا الإخوان الأعزاء اللي كانوا في المطار في عز البرد ومستنيني، وخصوصا في اللقاءات اللي بخشها بالعافية وبطلع بالعافية سالم الحمد لله. يعني جزاهم الله كل خير على الحفاوة الكبيرة دي، وده يدل طبعا على أصالة هذا الشعب التونسي الأصيل بالإسلام. فهم حقيقة يعني الحمد لله رب العالمين. أنا مش راقص ولا مغني، أنا شيخ داعي إلى الله أحمل القرآن والسنة. عشان كده الحفاوة دي مش لوجدي غنيم، الحفاوة دي لدين الله للإسلام، مما يدل على أصالة هذا الشعب التونسي الحبيب. فأنا أقول جزاهم الله كل خير على هذا الاستقبال، ولا شكر الله للي استقبلوني بالكذب والتدليس. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، والله ما مسامحهم. قد لا يؤمنون بالآخرة، لكني أنا أؤمن بالآخرة، وأؤمن أنني في الآخرة هاخد حقي منهم كامل متكامل. اللي تقولوا عليا واللي كذبوا عليا، بعض الناس كذبت عليا وقالت الشيخ وجدي غنيم يقول بفرضية الختان وختان البنات. أنا لم أقل بهذا الكلام، والتسجيلات كلها موجودة. أنا لما كنت في مكان مش تونس بيقولوا إن فرض على البنت إنها تختتن، قلت لا مش فرض، دي مكرمة. ورجعنا للفقه وقلت إن ممكن واحدة تكون مولودة مشوهة بهذا الأمر، يبقى دي عملية تجميل. ده كان كلامي بالنص اللي قلته، مش لتونس. تونس هنا لهم الفقه بتاعهم اللي ماشيين بيه. أنا أحترم الفقهاء وأحترم الفقه، وفي خلافات فقهية بين العلماء مفيش إطلاقا، مفيش أي حرج. لكن إن واحد يجيب كلام في مكان ويحطه في مكان تاني، ده اسمه كذاب ومدلس. الأمر الثاني، يعني إذا كانوا بيقولوا مسلمون، طيب أنا كنت بدي محاضرة امبارح في الإسلام وبتكلم بالقرآن وبتكلم بالأحاديث، يقفهم قدام الجامع ويزعقهم ويلغوشوا على الكلام ويلغوشوا على الآيات والأحاديث اللي أنا بقولها. هل دي أصالة شعب تونسي تستقبلوا بيها ضيف جاي بلادكم؟ ضيف جاي بلادكم حتى لو مختلفين معاه فكريا، حتى لو مختلفين. مش الديمقراطية بتاعتكم بتقول لكم في خلافات فكرية، ونحترم الرأي والرأي الآخر، ونختلف، وفي رأي يحتمل الصواب، وأنت كذا وكذا وكذا وكذا. حتى الديمقراطية بتاعتكم كفرتوا بيها وما بتعملوش بيها. لكن صدق الله القائل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أنا أقول آيات وأحاديث وقاعدين يزعقوا بره، فدول أنا لا أرحب بهم، إنما أرحب بالشعب التونسي الأصيل، الشعب التونسي المسلم المحب للإسلام ومحب للعلماء. شيخنا، هذه الحكومة كانت سابقة إلى طرد السفير التونسي من تونس، وقد لاقى هذا القرار انتقادات عديدة. فما هو رأيك في الأمر؟ ده أبسط شيء يحصل، أن يطرد هذا السفير اللي بيمثل دولة السفاح المجرم اللي بيقتل شعبه، اللي 40 سنة ما راحش صاروخ على الكيان الصهيوني، ورايح الصواريخ والدبابات وبالطائرات كمان لشعب سوريا الأصيل الحر. فكان المفروض الكلام ده من زمان، مش من النهاردة. كان المفروض ده من زمان، وأقل شيء إن احنا نقول له امشي يا من تمثل هذا القاتل لشعبه المجرم الطاغوت. المتتبع الإعلام المصري يلاحظ، وخاصة على شبكات المواقع الاجتماعية، هو حرص المصريين لرجوعك إلى بلدك. ما هو كلمتك من تونس إلى المصريين وإلى مصر؟ إخواني وأحبابي في مصر الحبيبة المحررة، إلا من احتلال العسكر، إلا من احتلال المجلس العسكري المجرم المتآمر الخائن لمبادئ الثورة، اللي عايز يفشل الثورة وإن شاء الله مش هيقدر بإذن الله، اللي لا لغى قانون طوارئ ولا لغى محاكم عسكرية ومحول حسني مبارك لمحكمة مدنية، وبيحاكموا بإيه؟ بقتل متظاهرين.
يعني ما خطرش منتظرين يبقى خلاص وكانه ما عملش حاجه في البلد. اللي عطاله فرصه يهرب فلوسه بره، اللي جاثم على صدورنا وعمال يقتل فينا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. الحمد لله الحمد لله. انا ارجع الى مصر بعزتي وكرامتي يوم ما الشعب المصري، يوم ما اخواني هم اللي يلغوا المحاكم العسكريه اللي عطوها لنا، وارجع بعزتي وكرامتي. المجلس المتآمر ده ما هوش عارف ان وجدي غنيم محكوم عليه ب5 سنين سجن محكمة عسكرية ظالمة بقانون امن دولة. انا سايب مصر من 2001، من 2001 بره مصر. ايه اللي بتحكموا عليا بالسجن ليه؟ انا بغسل اموال؟ انتوا اللي بتغسلوا الاموال، وانتوا اللي تحاكم وزير داخليتكم حبيب العدل المجرم بقضية غسيل اموال واخد 12 سنة سجن فيها. اهو ده اللي كان ملفق للقضية و5 سنين. والمجلس يعلم تماما ان انا بريء، وطلع توقيعات في مصر 1,000,000 توقيع علشان ارجع، ودن من طين ودن من عجين. ومش عايزكم يا مجلس يا عسكري انتوا اللي تدوا الامر ان انا ارجع. لا والله. طب والله لو عطيتوا الامر ما انا راجع، عشان هيبقى امركم انتم. لا، انا ارجع بكرامتي وعزتي لشعب مصر الحبيب اللي اختارني. انما تطلعوا مايكل وما تطلعوش اخونا ابو يحيى في السجن، ده مجلس متآمر علماني بيخدم المصالح الغير مصرية. فحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. سأرجع مصر إن شاء الله معزز مكرم لإخواني لأحبابي بقرار منهم وليس من هذا المجلس المتآمر. استنادا لكلمتك للمجلس العسكري والمصريين، هل يمكن القول أن فكرة المؤامرة واضحة وجلية في الثورات العربية؟ وما هي قراءتك للمستقبل الثورات في تونس وغير تونس؟ يعني ايه متآمرة؟ يعني مثلا هو مين اللي قام بالثورات؟ هي دي ثورة بتاعت الجيش قام بانقلاب عسكري في مصر او تونس؟ لا، الشعب هو اللي قام من كتر الظلم، من كتر الفساد، من كتر القهر، من كتر محاربة الاسلام. فالشعب قايم بثورة. تبقى تآمر ايه ولا مؤامرة ايه؟ ولا البعض يقول لك امريكا موافقه على الكلام ده. امريكا خسرت عملائها في المنطقه. امريكا بتعض على اناملها من الغيظ، خسرت العملاء بتوعهم. هذا المجرم المسمى حسني مبارك، اليهود المجرمين الصهاينه في الكيان الصهيوني في فلسطين المحتله، بيقولوا هو رصيدنا الاستراتيجي حسني مبارك. لقد وهبنا الله حسني مبارك ولا ندري بدون حسني مبارك ماذا كنا سنفعل. وبيعملوا شوارع باسمه دلوقتي هناك. يبقى دي مؤامره ايه؟ دي ثورة الحمد لله، ثورة إسلامية. لأن عمر ما واحد هيطلع بصدره وهو عارف إنه هيموت في طيس. لا، أنا بضحي بحياتي لأن في جنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. سورة التوبة في الأواخر. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فدي ثورات إسلامية الحمد لله. ضغط 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 ولد انفجار، ولد انفجار. وإن شاء الله بإذن الله إرادة الشعب هتبقى موجودة، وعمر الطغاة ما هيرجعوا تاني. انسى خلاص. عمر ما هنرجع للقهر والضرب والتعذيب والسجون وحرب الإسلام. لا والله لن يكون. انتفضنا والحمد لله رب العالمين. فإن شاء الله النصر للإسلام. نرجو منك رسالتين مستقلتين. رسالة أولى إلى من لبس عليهم من عامة الناس بالعلمانية، ورسالة ثانية إلى من يدعون إلى العلمانية والديمقراطية. يا من لبس عليكم الأمر بالعلمانية والليبرالية، إن كنتم مسلمون، إن كنتم مسلمين لله، إن كنتم مسلمين، هسألك، النبي كان علماني؟ النبي كان ليبرالي عليه الصلاة والسلام؟ ربنا سمانا علمانيين وليبراليين ولا سمانا في آخر سورة الحج هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، قبل القرآن وفي القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يبقى ما يضحكش عليكم باسم العلمانية ويقول لك العلمانية وهي الحرية وهي الديمقراطية. عندنا الإسلام الحمد لله، الإسلام اللي فيه الشورى، الإسلام اللي تاخد حقك تحكم فيه بالحق بالعدل بالمساواة بالحرية، وتاخد حد الكفاية اللي يكفيه، مش الكفاف، حد الكفاية، حق عدل حرية مساواة وحد الكفاية. هو ده الإسلام. اللي عايز الإسلام يرجع إلى منابعه. الإسلام موجود، أدي القرآن، أدي السنة، أدي سيرة السلف الصالح. شوفوا كانت قد إيه سيرة السلف الصالح. اللي بيقول لك عايزين نعيش وعايزين ناكل، هتاكل أحسن
مما كنت. امتى؟ لما نرجع إلى الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، مش نزلنا، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ده ربنا بيأكل الحيوانات، مش هياكلنا احنا يا بني آدمين. الله في سورة نوح، دي سورة الأعراف اللي فاتت، سورة نوح يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. شوف هيحصل ايه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. امتى؟ لما تكونوا مع الله. والله يا إخواني وأحبابي، الفلاحين في مصر اللي بعتوا لي الحمد لله بيقولوا والله الأراضي الزراعية بتنتج أضعاف 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 العهد اللي كان فيه المجرم حسني مبارك بيحكمنا. الحمد لله الأرض بتنتج، لأن الله يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. طب والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فأبشروا إن شاء الله، أبشروا بإذن الله، الخير كله جاي. ليه؟ لما نرجع إلى الله، الله تبارك وتعالى هيكرمنا. أما الذين يسمون نفسهم بالعلمانيين والليبراليين نقول لكم بمنتهى الصراحة، أنتوا واضحين وأنا أوضح. أنتوا واضحين، أنتوا كارهين الإسلام. واحد يقول لا أنا مش كاره الإسلام، ما تبقاش علمان. لأنك العلمانية فصل الدين عن الدولة. دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ربنا تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، بس ربنا والرسول خلوهم بعيد عننا، ما يحكموش. احنا نحكم، نشوف احنا اللي عايزينه. الربا حلال ولا حرام؟ احنا اللي نقول. العري حلال ولا حرام؟ احنا اللي نقول. الزنا حرام ولا حرام؟ احنا اللي نقول. الخمر حرام؟ احنا مع ان ربنا قال في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر. خلق يبقى خالق، أمر يبقى ايه؟ يبقى إله. إله يعني ايه؟ معبود. معبود يعني ايه؟ يعني يتسمع كلامه. لا، هم بيقولوا ألا له الخلق ولنا الأمر. ولنا الأمر. انتم مش آلهة. أفغير دين الله يبغون وله أسمى من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. سورة آل عمران. أفغير دين الله يبغون أليس الله بأحكم الحاكمين. آخر آية سورة التين. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. سورة المائدة. سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، هذا القرآن، وأطيعوا الرسول، هذه السنة، وأولي الأمر منكم العلماء، فإن تنازعتم في شيء فردوه ايه؟ لمخنا، لمزاجنا، لمجلس الأنس يقول حلال ولا حرام، فردوه إلى الله، هذا القرآن، والرسول، السنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون بيقول قرآن والرسول احنا مسلمين عارفين الإسلام. إسلام مين؟ إسلامك اللي انتوا عليه ده اسمه إسلامك، إسلام بتاعكم انتوا ده، مش إسلام الله عز وجل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، بص قلبه من جوه، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، سورة النساء، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إيه الدليل؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، هذا القرآن، والرسول، هذه السنة، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. استنى ايه الدين ايه والقرآن ايه؟ احنا النهارده يصدون عنك صدودا. خليكم واضحين وقولوا انتم مسلمون تلتزموا بدين الله تبارك وتعالى، مش مسلمون اعلنوا عن انفسكم، ما تضحكوش على الناس. الله سورة التغابن يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أنا لما بقول كافر ما بشتمش، بوصف توصيف عشان أعرف أتعامل معاك إزاي. واحد بيقول لك أنت تعرف الأخ وجدي، بتقول له ما شفتوش قبل كده، بيقول لك الأخ وجدي طويل أصلع رفيع، دي مش شتيمة، ده توصيف، بيوصفني إن أنا أصلع وطويل وكذا. كذلك أنت مسلم، لو أنت مسلم تؤمن بشرع الله وبدين الله تبارك وتعالى، إنما تقول لي أنا مسلم وتحارب الإسلام وتحارب الحجاب وتحارب النقاب وتسخر من اللحية وتقول لي مسلم ورب الكعبة ما انت مسلم. ما فيش مسلم اطلاقا يكره الاسلام، واتحدى هات لي واحد بيكره الاسلام واسمه مسلم، واحد بيكره دينه واسمه مسلم، واحد بيكره الجامع بيكره الحجاب. الله في سورة الحجرات ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. اللي يحبب لنا الايمان يحبب لنا ايه؟ اهل الايمان ومظاهر الايمان. أنا بحب الإيمان، بحب الجامع، أحب الأخت اللي لابسة حجاب ولابسة نقاب، أحب أشوف لحية، أحب أشوف واحد بيصلي، أحب أسمع الأذان، أحب أبص للجامع.
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى لازم أكره أهل الكفر وأهل الفسوق وأهل العصيان. لما تقول لي أنا مؤمن والإيمان طفح في قلبي وبحب أهل الكفر والفسوق والعصيان، يبقى بتضحك على نفسك. علشان كده أقول يا بتقول نفسك علماني يا اللي بتقول للربلاري، أنت هتقف قدام الله في الآخرة هيسألك، وده أنت في القبر قبل الآخرة، من ربك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ وما دينك؟ أنا هقول دين الإسلام، أنا مسلم الحمد لله. اللي هقول له دلوقتي أنا علماني ربلاري، شوف هيحصل لك إيه تحت. وأقول في الآخر كن ما شئت أنت حر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن بطلوا كذب وبطلوا تدليس. عيب المسلم، المسلم ما يكذبش صحيح، انا ما اعرفش عندكم الكذب حلال ولا حرام. المسلم على رقبته لا يمكن يكذب، انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون كما قال الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يطبع المؤمن على الخلال كلها، ممكن ابقى جبان ابقى بخيل الا الكذب والخيانه. كذب لا. فما تشوهوش سمعتنا، ما تشوهوش الاسلام، ما تشوهوش المسلمين. خليكوا رجاله، ما انتش مسلم خلاص، لكن تشوهني ليه؟ تكذب عليا ليه؟ تتقول عليا ليه؟ تدلس ليه؟ 1 زائد 1 يساوي 2. انت مش مسلم خلاص، ابعد عن الاسلام يا سيدي، لكن ما تشوهش سمعتي. وعايز تناقشني ما تقعدش تتكلم عليا من ورايا، مش عشان ربنا عاطيلك قلم بتكتب بيه ولا ماسك ميكروفون بتتكلم فيه في غيابي. لو انت راجل تعالى واجهني، تعالى واجهني، قول لي انت بتقول وبتقول وبتقول وبتقول، وانا مش هكذب، ده انا بتكلم في الملأ ومسجل عليا كلامي. وعلشان كده انا بتحدى اي واحد يتقول عليا. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.